الموف اون. عشان نقدر نعمل موف اون ونتجاوز ازماتنا، لازم نعرف كويس قوي المرحلة اللي احنا بنكون فيها دي اسمها ايه، طبيعة مشاعرنا جواها بتكون ايه، ده بيحصل لنا ليه. عشان نقدر نعمل موف اون لازم نفهمنا كويس قوي. المرحلة اللي قبل الموف اون دي المرحلة الأبشع من الحدوتة، ودي مرحلة اسمها مرحلة الجريف أو مرحلة الألم والوجع. ده بقى بيحصل لنا ليه؟ تعال اما اقول لك. تعودنا على شخص ومشاركتنا ليه كل تفاصيل حياتنا، فرحنا زعلنا خروجنا خنقنا هزارنا شغلنا سفرنا همنا وجعنا ضحكنا نجحنا حتى فشلنا، كل تفاصيلنا. نصحى الصبح على صوتهم وننام بالليل على رسايلهم، نفرح لفرحهم ونزعل لزعلهم، يفرحوا لفرحنا ويزعلوا لزعلنا. مشاركة كل تفاصيل حياتنا، بمعنى كلمة كل تفاصيل حياتنا. لما يمشوا هنبقى عاملين ازاي؟ احب اقولك ان مع طول المدة انت مش بس بتكون متعود، ده بيتحول لادمان. هتقول لي ادمان؟ هقولك ادمان. بنبقى مدمنين ايه بقى؟ مدمنين مجموعة من الهرمون، مدمنين هرمون الاكسيتوسين والاندورفين بتوع الحب، ومشغلين جنب منهم هرمون السيروتونين والدوبامين بتوع السعادة. كل هرموناتنا بتبقى شغالة بالناس دي، ولحظة ما الناس دي ما بتمشي بنبقى متدغدغين حتت، بنبقى تعبانين من جوه، بنبقى مش قادرين فعلا. مش قادرين. ما هم مشيوا واحنا ادمناهم وهرموناتنا كانت شغالة بيهم. تظهر علينا سيمتومز مؤلمة جدا، كل سيمتوم فيهم بيوجع قوي من جوه. صحيح السيمتومز دي بتختلف من شخص لآخر، بس هي في الآخر سيمتومز بتوجع. بننام كتير نوم مزعج، تحت عينينا اسود، بنحاول نبين ان احنا مبسوطين وبنضحك وايل ان احنا عارفين من جوانا ان احنا بنفيك. تايهين، قاعدين مع الناس ومش سامعين، مفيش حاجة بتبسطنا، فاقدين الشغف في اي حاجة، فاقدين ثقتنا في نفسنا. والاوجع بقى بصة الصعبانة اللي بنشوفها من عينين الناس ناحيتنا. عايشين جوه الاوفر ثينكينج، عايشين بألم ووجع. احب اقول لك ان المرحلة دي اسمها مرحلة توهان او الجوت لوست. احنا بنبقى تايهين متخيلين ان الناس دي ممكن ترجع مرة تانية، بنبقى عايشين على الامل متخيلين ان احتمال يجي يقولوا احنا اسفين، بس هم ما بيجوش يقولوا احنا اسفين. بعد كده بندخل في مرحلة تانية، بنسأل اسئلة ملهاش اجابة. ليه ما سابوناش في حالنا لما كنا قادرين نعيش من غيرهم؟ إيه الغلط اللي عملناه عشان نستحق الألم والوجع النفسي اللي عملوه فينا؟ ازاي امنت حد على مشاعري وازاي بقى بيدوس عليا بدون اي استثناءات؟ ازاي كان قاسي ومؤذي وانا كنت مستحمله وفي الاخر يعمل معايا كده؟ اسئلة كتير كمان غيرها بنسألها. دي بقى مرحلة علامات الاستفهام. ما بنبقاش مصدقين انهم مشيوا خلاص ومش راجعين، ما بنبقاش مصدقين اننا حاسبنا على المشاريب لوحدنا. طب اقول لك كمان، اي رنة بتحصل على تليفوننا تلاقي عينينا راحت معاها، مع ان احنا عارفين ان هم مش هيتصلوا. نتشيك المسجز والواتساب واحنا عارفين ان هم مش هيبعتوا. كتير قوي بنسرح بدماغنا ونفتكر ذكرياتنا وتفاصيلنا، نبص على الصور نقرا التشات. ده مش صح. بنتابع اخبار الطرف التاني ونقول لنفسنا احنا مش مهتمين، مع اننا عارفين ان احنا مهتمين. بنتشيك السوشيال ميديا، نزل بوست جديد، هو يقصدني انا ولا يقصد حد تاني؟ هو مبسوط؟ هو زعلان؟ هو دخل في علاقة جديدة؟ هو ازاي قدر ينساني بالسهولة دي؟ بنبقى هنموت ونكلمهم، بس خايفين نكلمهم لا يقطمونا تاني زي ما قطمونا أولاني. والمرحلة دي بقى أخطر مرحلة فيهم، مرحلة الستوكينج. المرحلة دي هي اللي بتخلينا عطلانين ومش قادرين نعمل الموف اون. أحب أقول لك أهلا بيك. هي دي أعراض الانسحاب من الإدمان العاطفي الموجودة في متلازمة الجريف ما قبل الموف اون. ده طبيعي، ما تخافش. طبيعي إنك تمر بده كله،
طبيعي ان بطارياتنا تكون فضيت عشان اللي اذانا عمل لنا درين. طبيعي اننا نبقى خايفين اننا نبدأ من اول وجديد. طبيعي اننا نبقى خايفين نتساب تاني، نتخان تاني. طبيعي. طبيعي اننا نبقى خايفين نتوجع تاني. طبيعي اننا نبقى واخدين بالنا واحنا بنتعامل، او حتى خايفين نتعامل. طبيعي اننا نبقى فاقدين الثقة في كل حاجة واي حاجة، حتى نفسنا. طبيعي اننا نكون بندفع تمن اننا حطينا كل مراكز اتزاننا في شخص واحد. وصدقني هتفوق. هتفوق يوم ما تصدق ان كل حاجة خلصت وانهم مش راجعين تاني. هتفوق يوم ما تصدق انك عمرك ما حبيتهم، انت بس حبيت نفسك معاهم. حبيت حلمك اللي انت بنيته معاهم. بس هو مين اللي قال ان حلمك هو حلمهم؟ عشان كده بقولك هتفوق. صدقني هتفوق. هتيجي في الاخر هتقولي طب انا استفدت ايه من الكلام الكتير اللي انت قلته ده؟ ما انا لسه موجوع. هقولك انا عارف انك لسه موجوع، بس استفدت انك فهمت طبيعة مشاعرك عاملة ازاي. طبيعة الحالة اللي انت بتمر بيها دي. اللي انت فيه ده امر طبيعي، وده كويس انك تبدأ تفهمه. عشان خاطر في الجزء التاني بتاع الموف اون هنبدأ نشتغل على مرحلة مرحلة من اللي احنا اتكلمنا عليهم، عشان نعمل موف اون صح، ما نعملش موف اون غلط. عشان الموف اون بتاعنا يبقى قدر الامكان مش سايب علامة جوانا. لو عجبكم الكونتنت اللي احنا قلناه مش هوصيكم لايك فولو شير سبسكرايب. في حاجات كتيرة قوي تقدروا تعملوها عشان نعمل جود سبورت للفيديو ده. سلام.